أعزائي الكرام، سيداتي سادتي أنساتي ناس، كيف تجي هذه فكرة مقطع اليوم؟ كلكم قد شفتوا هذا الكلام وكلكم قد شفتوا هذه التعليقات وكلكم قد مر عليكم هذا الشيء، وأتوقع ولا في واحد منكم دخل منصة اليوتيوب ودخل كبار صناع المحتوى اللي قنواتهم جدا كبيرة. أتوقع كلكم قد شفتوا هذا الشيء قد حصل هناك. وتقولوا لي أنت إيش قاعد تقول، إيش قاعد تخربط، إيش اللي شفتوه ما شفتوه، إيش الكلام اللي قاعد تقول أنت؟ باختصار باجي أتكلم عن التعليقات اللي ناشبه في الحلق هنا، ناشبه في حلق كل يوتيوبر. التعليقات اللي ما خلت اي مقطع على منصه اليوتيوب والا داهمته دق 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 بوم على المقطع. اي مقطع ينزل على اليوتيوب من يوتيوبر على طول هذه التعليقات تدخل لمقطعه، تكتب هذا التعليق ويدخل في مقطعه. وبعدين مش في اليوتيوب وبس، في التيك توك، في الانستا، في التليجرام، في التويتر، في كل مكان، كل منصات مدركينها. في اي منصه تروح تحصل هذه التعليقات موجوده. انت بتقولوا لي اعطينا الزبده على ايش من تعليقات قاعد تتكلم، ايش قاعد تقول انت من اول كلمه بعطيك اياها انتم بتعرفوها على طول. والله اني مسكينه وما تكلمت الا من شده الجوع. والله انكم عرفتوها صح. وايوه رب الكعبه جاي اتكلم على هذه التعليقات اللي يكتب في تعليقات سواء في صناع المحتوى اليوتيوبر اللي قنواتهم كبار. كل ما ادخل مقطع اليوتيوبر او صانع محتوى كبير كذا على طول الاقي هذه التعليقات. في اول تعليق الاقيها والله اني اختكم من اليمن وما تكلمت الا من شده الجوع ومن ضيق الحال والطفره شاده معايا هذه الايام. صدق رب الكعبه هذا اللي صاير حاليا فعليا. وبعدين هذه التعليقات يعني لها فترة طويلة. أغلبكم بيقول إنه شاف التعليقات ذي الفترة حاليا في سنة 2023 24. لا يا حبيبي، هذه التعليقات قذ لها فترة طويلة، قذ لها تدري ايش معناته فترة طويلة؟ يعني بما يقارب يكتبوا هذه التعليقات صار لهم 5 أو 6 سنين تقريبا، من 2019 أو 18 وهم يكتبوا هذه التعليقات. يا شيخ شوهتوا بسمعة اليمني، أقسم بالله. الواحد لو يطلع في اليوتيوب يقول أنا يمني وربي يستحي ينطق إنه يقول يمني من سبة التعليقات كثرة اللي تنزلين على اليوتيوب. ورب الكعبة صدق أكثرهم في التعليقات والله أنا يمنية وما تكلمت إلا من شدة الجوع. وأصلا هو بالفعل والله ما هم يمنيين، أقسم بالله. يعني مش كلهم، أغلبهم مش يمنيين. صح في البعض يمنيين لكن اغلبهم مش يمنيين، على حسب اللي سمعته واللي تحريت عنه واللي بحثت عنه. اغلبهم صاروا مش يمنيين، يعني تحصلهم من المغرب، من مصر، من السعوديه، ومن الدول الشرق الاوسط هذه. طب بتقول لي وقت ليش يقولوا انهم يمنيين وانهم فقيرين وما عندهم فلوس والطفره الشاده معاهم؟ انا بقول لك هذا الشيء هم صح نصهم يمنيين ونصهم من الشرق الاوسط من الدول الثانيه هذيك. هذا الشيء اللي قاعدين يسووه هو النصب واحتيال على الناس اللي تكتب في التعليقات علشان واحد يشوف تعليقهم ويلاقي رقمهم في اسفل التعليق حقهم يعني. وطبعا هذه الضحيه مثلا الرجل اللي شاف تعليقهم يقوم ياخذ رقمهم هذا ويتواصلوا معاه على الخاص ويحول لهم فلوس على اساس انهم مساكين. هذه كلها عصابه تقتحم التعليقات ولا تخلي اي تعليق في منصه في حالها. طيب انا بقول لكم ليش اختاروا دوله اليمن بالتحديد عن بقيه الدول انهم يكتبوا في تعليقات اني يمنيه وما تكلمت الا من شده الجوع والفقر، وهم اصلا من دول ثانيه، من مصر، من المغرب، من السعوديه، ومن الدول هذه الاخرى. لان الناس كلهم تعرف ان اليمن وضعها المادي صعب جدا، وضعها المادي. لذلك هم اختاروا دوله اليمن بالتحديد لانها عارفين ان اليمن هي الدولة الوحيدة اللي تعتبر فقيرة في الشرق الأوسط. فهم اختاروا دولة اليمن علشان يربحوا من وراها. طيب بعطيكم مثال، أنا لو تجي واحدة سعودية تكتب في التعليقات والله أنا سعودية ما تكلمت إلا من شدة الجوع والفقر، ما يدخل في العقل. سعودية تقول إنها فقيرة وما تكلمت إلا من شدة الجوع، مش منطقي. السعودية دولة مرتاحة، دولة مستقرة. لهذا السبب هم اختاروا دولة اليمن لأن عارفين إن وضعهم المادي صعب جدا، فأي واحد بيصدقهم. بعدين زي ما قلت لكم هذه العصابة كبيرة جدا، ومش نساء وبس، يعني منها رجال ومنها شباب ومنها نساء كبار حتى. ومن أقذر الأشياء اللي سوتها هذه العصابة هي الزواج عن طريق الإنترنت. زواج عن طريق الانترنت؟ ايوه يا عزيزي المشاهد، زواج عن طريق الانترنت. طيب تقول لي كيف زواج عن طريق الانترنت؟ شفت التعليقات هذه اللي مكتوب فيها اني يمني وما تكلمت الا من شده الجوع او من الفقر؟ زي ما قلت لكم في نهايه الكلام او التعليق يكون في رقم صاحب التعليق هذا اللي يدعي انه فقير ومسكين. وبعدين اي رجال اللي هو الضحيه هذا يشوف هذا التعليق ويشتي يساعدهم يشيل رقمهم هذا ويتواصل معهم على الخاص. وبعدين لما يتواصل معهم على الخاص الطرف الثاني هذيك الحرمه اللي تدعي انها فقيره تبدا حبه حبه تتغزل في هذا الرجال منه ومنه لين ما تشبكوا بينها. يعني تخلي الرجال هذا الضحيه بين يدها وتحكي له انها هي تحبه وتموت فيه وتشتي تتزوجه. وبعدين هذه الحرمه الفقيره اللي تتغزل فيه تقول انها تحبه تقوم تدور له اي بنت يعني مزه صاروخ ارض جو، تجيب له اي بنت من اطرف صوره، يعني من بنات يمنيات او بنت، اهم شيء بنت حلوه، تجيب له هذه البنت وترسلها له على الخاص وتقول له هذه البنت ان هي انا. يعني
يعني شفتوا الوساخه لحد وين وصلت الوساخه؟ وساخه اكثر من كذا انا ما قد شفت. يعني تجيب صورة بنت واحدة ثانية وتدعي ان هذه البنت هي نفسها. والله وساخة قد كذا ما قد شفت انا فعلا في حياتي. وبعدين الرجال ينسجم يفلخ، خلاص شاف البنت هذه مزة صاروخ. مع ان الشاب هذا لو يكون سعودي الزواج عنده في السعودية يكون غالي، بيتزوج لها هذه البنت اللي راسله صورتها ب 4000 5000 دولار رخيصة، بدل ما يتزوج له بنت سعودية ب 50000 دولار ب 40000 دولار تفلسه. يقوم يشيلها من هذه البنت اللي رسلت لها هذه الصورة ويتزوجها ب 5000 4000 دولار. ولكن قبل ما تتم عمليه الزواج هذه عبر الانترنت، الحرمه هذه تقول له حول لي فلوس، تحول له فلوس على اساس انه مهر يحول لها. يعني هي تحدد مبلغ معين وهو يعطيها اياها. وبالفعل بعض الرجال يقوموا يحولوا لهم مبالغ، مثلا يحولوا لهم 5000 دولار 7 واحيانا توصل ل 10000 دولار تتحول لهم. وبعد ما تتحول هذه الفلوس لحساب الحرمه تحضره على طول، ما عاد تراسله ولا عاد تعطيه وجه. وكذا تكون تمت عمليه النصب بالزواج الالكتروني. والله كثير ناس، وشفت فيديوهات انا كثير ناس وقعوا في هذا الفخوخ، يتزوجوا عبر الزواج الالكتروني ويشيلوا عليهم مبالغ كبيره. يعني تخيل مو شخص ولا شخصين، بمئات الاشخاص واحيانا يوصلوا لالاف الاشخاص يحتالوا عليهم كذا وياخذوا منهم فلوس بهذه المبالغ 10000 دولار 5000 دولار. تخيل كل شخص ينسرق منه 5000 10000 دولار، كم بيوصل لحسابهم هذه العصابه؟ بالملايين. والله شفت مقطع واحد انه قال في حساب هذه الحريم او العصابه هذه اللي عامله نصب واحتيال، والله حسابهم يوصل بمئات الالاف الدولارات، بمئات الالاف وربما يوصل بالملايين. ومعي مقاطع صوتيه لهذه العصابه تنصب على واحد رجال، بسمعكم هذه المقاطع الصوتيه وشوفوها. تريد اسجل لك رسائل صوتيه وانا كلمتك وخبرتك اكثر من 10 مرات وشرحت لك واعطيتك كل التفاصيل. أنت عندك أسباب كثيرة جدا. أنت أول شيء ما تثق في نفسك، وأنا كلمتك خبرتك المبلغ حق تكاليف المعاملة، وخليت خويك خبرك أكثر من مرة، وأنا قلت له 230 ريال، وقال لك إنك تحول 100 دولار عشان نخلص المعاملة في مارب. وبعدين زي ما قلت لكم هذه العصابه مش يمنيه، صح ان في بعض منهم يمنيين تقريبا، اول ما بدأوا فيها يمكن ناس يمنيين، بس اغلبهم حاليا اكثرهم مش يمنيين. بعدين ترى انا يمني اغار على بلادي. بعدين اي واحد مثلا يسوي هذه الاشياء القذره والوسخه ما يمثل بلده ابدا، سواء يمني او غير يمني من بلد ثاني، ما يمثل بلده نهائيا. هذا الوسخ والقذر يمثل نفسه هو، ما يمثل على بلد كامله، لان البلد هذه كامل فيها ناس طيبين وناس محترمين لأبعد درجة، وعادهم يطرحوا هذول الناس كلهم الشعب الطيب الحبيب ويخلوك انت تمثل بدلهم انت الفاسق وبس. والله هذا الصدق الشيء اللي منرفز اكثر الناس اللي يتابعون منصات اليوتيوب والمنصات الاخرى ويشوفوا هذه التعليقات. وحتى انا كمان والله ما تكلمت الا من هذا الشيء يوم شفت انه كل ما ادخل مقطع يوتيوبر اشوف هذه التعليقات، انا يمنيه وما تكلمت الا من شده الجوع ومن ضيق الحال والطفره شاده معاي الله يقلعك. الحمد لله تكلمت عن هذا المقطع وفضحت جدهم. وبعدين اي واحد يشوف هذه التعليقات ويقراها ويقوم يشتي يساعدها، اعطيه سكب يا حبيبي، لا يقوموا يضحكوا عليك يطفروك ب 10000 دولار يخلوك مفلس يا رجال. هذا كل اي يعني سواء مش يعني اي حرمه اشوفها تراسلك عبر الانترنت وتقول انه فقير، اول شيء من وين لها الجوال؟ من وين لها الجوال اللي تراسل فيه؟ من وين لها النت هذا اللي ما يخلص؟ انا حقي اقعد احيانا اسبوع بلا نت، اما هي فقيره واصل في كل تعليق تكتب وفي كل منصه تكتب. النت حقها هذا من وين تجيبه انت؟ اول شيء حط في عقلك هذا النت هذا من وين تجيبه؟ ما يخلص ابدا. كذا تستوعب وتحس انه وراها كيان، وراها عصابه كبيره تدافع عنها وكلهم يقوموا بهذا الشيء. لحد هنا والله يكفي، المقطع وصل نص ساعه، عاد ورايا مونتاج ورايا شغل، فلا ينضحك عليك وانتبه من هذه التعليقات. وبس كان معكم عبد الرحمن من قناه مستر دحوم، نشوفكم في المقاطع الجايه. السلام عليكم.